السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد وهي اسعار يميش رمضان في كارفور. كنت كمان عامله لكم فيديو قبل كده باسعار يميش رمضان في جملة ماركت. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف علشان لو حابين تشوفوا الاسعار. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان يجي عليكم وعلى كل حبايبكم بالخير ان شاء الله. ودي كده اسعار البلح. بيبتدي عندهم البلح الناشف من اول 25 جنيه للكيلو، والبلح الطري ده الكيلو ب75 جنيه. وده كده نوع تاني الكيلو ب80 جنيه. في عندهم انواع كتيرة من التمر، انا صورت لكم الانواع اللي هي سعرها مش غالي قوي. والبلح ده الكيلو منه كان عليه عرض ب72 جنيه، والنوع ده الكيلو منه ب39 جنيه. هي نفس شركة البارون بس البلحة بتاعتها بتكون مختلفة. والبلح ده عليه عرض، العلبتين مع بعض بيكونوا ب75 جنيه. العلبة وزنها 400 جرام. ودي كده أسعار الزبيب. بيبتدي عندهم الزبيب من أول 145 جنيه للكيلو، وأغلى نوع فيهم اللي هو الزبيب الأصفر البناتي الكيلو بتاعه كان ب220 جنيه. والزبيب الأبيض والأحمر الكيلو منه ب145 جنيه. وده كده كان اغلى نوع زبيب موجود، وكان برضو عليه عرض اللي هو ب220 بدل 250 جنيه. وده الزبيب الاحمر اللي ب145 جنيه. وده كده تمر صعيدي ال700 جرام كان برضو عليه عرض ب80 جنيه. ده كده شكله. وعلبة المعمول دي 12 قطعة برضو كان عليها عرض ب68 جنيه. والرطب السكري ده ال900 جرام منه العلبة دي ب210 جنيه. وده كده تين مجفف، انا بس مش فاكرة سعره قوي، بس هو كان في حدود 100 حاجة و30 جنيه او 100 حاجة و20 جنيه. ودي كده اسعار المكسرات لل100 جرام. يعني الفستق ده ال100 جرام منه ب95 جنيه، واللوز ب70 جنيه، وعين الجمل ب65 جنيه، والكاجو المحمص ب80 جنيه، والبندق المحمص ب145 جنيه ده لل100 جرام. دي كده أسعار المكسرات المغلفة عندهم. يعني البندق ده كان ب1000 جنيه، وده ب1450 جنيه ده لسعر الكيلو. وده عين الجمل الكيلو منه ب500 جنيه. وده نوع تاني الكيلو منه ب460 جنيه. هو بس بيختلف سعره على حسب الحجم بتاعه. والكاجو المحمص ده الكيلو منه ب720 جنيه. وده كده لوز مقشر الكيلو منه ب600 جنيه. وده أصغر شوية ب560. وده أكبر ب740 للكيلو. والمشمشية دي الكيلو منها ب750. والطبق ده الكيلو منه ب850 جنيه. يعني أنا مش شايفة في فرق كبير بينهم. الطبق ده 330 جرام بحوالي 280 جنيه. والقراصية دي الكيلو منها ب300 جنيه. والعرق سوس ده بتاع حاج عرفة الربع كيلو منه ب25 جنيه. واللوز الحصى ده الكيلو منه ب380 جنيه. طبعا بيكون على حسب وزنه، يعني الكيس ده ب121 جنيه. وده كده سوداني الكيلو منه ب150 جنيه. يعني الكيس ده برضو على حسب وزنه، ده كده ب71 جنيه. وده كده فول سوداني مغلف الربع كيلو منه ب45 جنيه. وجوز الهند الكيلو منه ب290 جنيه. يعني الكيس ده ب81 جنيه، حوالي ربع كيلو. والتمر هندي ده كان عليه عرض ب65 بدل 75، ده ابو عوف. ونوع البارون ده كان برضو عليه عرض، هو مش ب70، هو كان عليه عرض ب65 جنيه. ودراهم ده برضو كان عليه عرض ب65 جنيه، يعني هو مش ب70 جنيه. ودي كده أسعار قمر الدين. بيبتدي عندهم قمر الدين من أول 35 جنيه. والنوع بتاع ليالي رمضان أو هلال رمضان سعره 37 جنيه. ده كده شكله. والنوع بتاع الهنا أو فرح أو النجمة السورية ده كان عليه عرض ب35 جنيه. ونوع قمر الدين السوري بتاع توليدو ده كان سعره ب85 جنيه. ده كده شكله.
وقمر الدين بتاع حاج عرفة برضو كان عليه عرض، ده كان ب90 جنيه. لو جربتم نوع من الانواع دي قبل كده اكتبولي في التعليقات وقولولي ايه افضل نوع فيهم. وقمر الدين البارون ده برضو كان عليه عرض، كان ب75 جنيه، هو مش سعره 90 جنيه، بس هما ما كانوش لسه حطوا الورقة عليه بتاعة العرض. ونوع سامو ده كان عليه عرض برضو ب110 جنيه. ونوع داليدا ده كان برضو ب75 بدل 95. وقمر الدين الأحلام ده برضو كان عليه عرض، كان ب115. ده كده شكله. ودي كده أشكال فوانيس رمضان. ودي العياشة دي سعرها 57 جنيه، والطبلة دي سعرها 66 جنيه، وعربية الفول دي سعرها 70 جنيه. ده كده شكلها. والفانوس شكل الخيامية ده ب119 جنيه. والفوانيس الخشب دي سعرها ب209 جنيه، والشكل ده ب129 جنيه، وفي ب92 جنيه، وفي كمان الفوانيس الصغيرة دي ب60 جنيه. والفوانيس المذهبة دي ب109 جنيه، والصغيرة دي ب90 جنيه. ودي كده أسعار زينة رمضان بتبتدي عندهم من 15 جنيه. وفي كمان الدلايات الخشبية ب70 جنيه، واللي على شكل هلال ب53 جنيه، ومفرش اللي على شكل خيامية عندهم ب219 جنيه. ودي كده أشكال الزينة. ودي كده كانت جولتي في كارفور. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة علشان قناتي مش هتكبر غير بدعمكم ليا. وهسيب لكم رابط الفيديو بتاع جملة ماركت في صندوق الوصف. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.